السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على رسول الله. هنعمل مع بعض فراخ بلدي. ده فراخ بلدي ديت بصل وفص فص توم، دي جزر، وهناخد فص توم بس كده نعمله مع نشوحه مع الفراخ، ودي البهارات ودي الطماطمية ومع الجزر اهي والديك اهو فرخ. دي فراخ بلدي من ايه، دي فراخ بلدي ان شاء الله. هنشوحها اهيتي بقى، نحط الزيت اهوت ونحط حاجتها بقى بهاراتها وحلها بقى ونشوحها، والبصل والحاجة والثوم وكده ونشوحها لما دي فراخ بلدي من على السطح، فراخ بلدي شمورجي من على السطح. كان ديك البرابر. انا ما عادش عندنا اصلا اي فراخ خلاص، لا برابر ولا غير، دي اخر حاجة عندنا. ده بقى احنا قلنا هنسيبه الايه نشوح بقى نشوح الفرخ ونشوف بقى هنشوف نعمل بقى حطيت البصل اهو وفص الثوم وحطه بقى على الدكة. يعني مش عارفة اما الطبق دمه لا عشان هو كبير، لانه سنه كبير قوي. دي فراخ بلدي من عصا، اخر فراخ كان عندنا. دي بنشوح اهوت بقى نسيبه شويه لما بعدين نحط له الجزر، نحط له طماطميه، نحط له كمون وفلفل وسبع بهارات وحبهان مطحون على الفلفل المطحون وشويه سكر وشويه ملح والطماطميه، ونسيبه بقى مع بعض يستوى بقى براحته. دي فرق تشويح الفراخ شاه هيبقى بشرب او كده الوقت اهوته. وبعد كده بقى ندي حاجته بهاراته وحاجته والحبان والحاجة، ونحط بقى نسيبه يستوى بقى لما يستوى بقى، بعدين نحطه يتحمر ان شاء الله كده تمام. هنيجي بقى نعمل ان شاء الله، هنعمل البسلة. انا هنطبخ جنبه بسل ورز ابيض. خلاص كده الفرخ بقى مع نفسه اهوت بقى يستوى براحته بقى. ده شوية السكر اهو، لازم السكر ده بحطه في اي حاجة، في طماطم، في كل اي حاجة احط السكر. وبعد كده هنسيبه بقى يستوى براحته بقى. هنحط بقى يستوى بقى براحته اهو بقى كده. خلاص الفرخ اتشوح كده. دلوقتي هنعمل بسلة بقى اهيتي. هنعمل دي البسلة والبصل. نعمل البصل بقى اهوت، البصل مقطعينه بالثوم اهوتي، هنحط نشوحه في الزيت ونحط عليها البسلة ونحمرهم شوية اكتر، نقلبهم في بعضهم شوية اكتر لما حتن إيه البسلة البصلة تتبل، ونحط البسلة. وبعدين البسلة تحس ليها استوت بقى، تقوم حاطة لها البندورة يعني الطماطم نحط الطماطم عليها لأن الطماطم مش سبك، الطماطم مش سبك. كده البسلة بقى هنعملها اهوتي. وبعد كده هنعمل لقمة رز بيضة من غير، محبش الرز ابيض، رز ابيض ما بعملش الا رز ابيض بس كده. هذا البسلة نقلب الطاسة اهي بقى، وبعدين نحط البسلة ونعمل نحط البسلة اهي على البصل، سيبها تتقلب شوية كتار. وبعد كده نحطها طماطمها وبهاراتها برضو، بتاع كمون على كزبرة، فلفل على حبهان على 7 بهارات اهي. البسلة هاتي نقلبها على بعضها بقى شوية، هنقعد نقلب فيها شوية بشوية هاتي كده اهي. بس كده لما حد بقى تحس ان البسلة استوت، وبعد كده نقوم حاطين لها الطماطم بقى وسيبناها تستوى بقى مع بعضها بقى، ونحط لها برضو شوية سكر مع الملح، سيبها تستوى شوية.
وتمام. تمام كده البسله لسه. وبعد كده بقى ايه، نعمل لقمة الرز، نعمل الفرخة، نحط الفرخة في الفرخة بتستوي اهي، نحطها ان شاء الله بعد ما تخلص تحت الشواية تتحمر. بعد كده البسلة خلاص اهي تكتب، نحط لها بقى الطماطم بهارها وشوية ولقمة الرز. وبعد كده نخلصها خالص بقى، ونروح الأكل كله إن شاء الله بعد ما إن شاء الله. كده خلاص كده الوقت بنقلب البسلة وبعدين نحط لها الملح. دي البهارات بتاعتها. عشان الفيديو مش مظبوط، لان انا والله اللي بصور بايدي، والله. نحط الطماطم اهي، الطماطم متسبكه اصلا يعني، سيبها تتسبك مع نفسها بقى. هنعمل بقى بعد كده هنعمل الرز بقى. وتمام كده نحط بقى، نعمل لقمة الرز بقى ان شاء الله. وخلاص كده بقى الاكل بقى ايه، البسله اهي، والرز هنعمله نلوح في شويه زيت اهوتي في الزيت، ونلوحه شويه عشان يبقى ايه، لما تلوحيه في الزيت عمره ما لا يعجن ولا يجرى له اي شيء، يفضل مفلفل وجميل كده وبس. وخلاص وكده الرز ايه، اخر حاجه الرز. ونحط الفرخه تتحمر في الفرن ونطلعها نوريها لكم ان شاء الله. ودي الغدا، كان غدانا يوم موش النهارده يوم فهد. ده الملح كده تمام. نحط بقى الفرخة ان شاء الله بعد كده في الفرن. انا حامية الشواية، مولع الشواية، احط تحت الشواية تتحمر وبس كده. اه ده البسلة، ده الرز اهوتي، هنحط له ميته بقى. ده الفرخة بتستوى اهيتي هيبقى كده تمام. وبعد كده بقى هنخلص بقى كل الاكل ونوريه لكم بقى تاني. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس ولايكات بقى وشير، وتقولوا رأيكم في المحتوى اللي احنا بنعمله. يعني محدش ولا تعليقات ولا حد حتى بيشوف القناة، مش عارفة ليه، مش عارفة ايه السبب يعني. محدش بيشوف القناة ولا حد بعلق عليه. خلاص كده البسلة خلصت اهي كده تمام. وده الرز خلاص خلص اهوتي كده. وده الفرخة خلاص كده اهي، هنحطها تتحمر بقى وخلاص بس كده. بس كده الوقت خلاص، ونحط الفرخة تتحمر بقى كده وخلاص. والاكل كده خلاص خلص. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس ولايكات وشير. واشوفكم كده في فيديو اخر ان شاء الله. بترككم في رعاية الله وامنه، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة حبايبي. ادي الفرخة اتحمرت اهيتي وخلاص كده. مع الف سلامة. باي باي، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. يلا باي، مع السلامة، الى اللقاء.